استاذ صفاء، ما دام احنا موجودين بالمركز الاعلامي، كيف شفت الخدمات المقدمه للصحفيين والاعلاميين؟ طبعا كالعاده تلي قطر يعني ما شاء الله عليهم متمكنين جدا في هذا الموضوع، ونجحوا وسجلوا نجاحات كبيره في مناسبات عديده سابقه، وعلى رأسها كأس العالم. الخدمات ما اعتقد متوفره باي مكان اخر. اني غطيت بطولات في العديد من الدول، يعني عربيا اسيويا عالميا، ما اعتقد اكو خدمات تقدم للصحفي مثل ما تقدم في قطر. لكن مع ذلك يعني المس انه هذه المره اقل من السابق، يعني ما اعرف شنو السبب. تقديم الخدمات العامه، يعني مثلا احنا قاعدين في كل المناسبات اكو استوديوهات خاصه لكم للتسجيل. المره ماكو، يعني ما اشوف يعني موضوع الاوقات والتحرك والمدري ايش كذا. يعني اشوف الامور بالسابق كانت مرتبه بشكل افضل. يعني ربما الوقت ما بين رفض الصين لاستضافه البطوله والاتحاد الاسيوي انه اناطها لقطر، اما ما يكون هذا هو انا اعتقد هذا اللي نتحدث عنه ما يسال عليه الاتحاد القطري بقدر ما يسال عليه الاتحاد الاسيوي. هو الاتحاد الاسيوي مسؤول عن المسائل هذه، يعني بالدرجه الاولى. لكنه لا، ما له علاقه انه الفتره، لانه القطريين سبق وان نظموا بطولات باوقات حرجه جدا، يعني انتقلت من اماكن الى داخل قطر ودائما جاهزين.